السلام عليكم أعزائي مشاهدين حلقة ومشاهد ملحوظ. النهاردة الحلقة هتكلم عن حاجة صادمة حقيقي في حياتي كشاب اتجنن في مقتبل عمره. بس قبل ما أبدأ أنا حاجة وصلت لي في البوسطة وده الغريب يعني ماشي نفتحها معاكم، ومكتوب رسالة من صديقة البرنامج، واحدة شايلة عيل جنباني دي هدية بسيطة بس تقدر تستقبلها من الولاد كبيرة كده اهو. قال لي كده عايز صدقة يعني شايفاني يعني ايه شايفاني ايه يعني شايفاني عايز موضة يعني بايظة يعني ومش لابس شوت أو أي حاجة من تحت سكر يعني اسمه نرجع للموضوع. في يوم من الأيام كنت قاعد انا وواحد صاحبي في الأوضة بنتفرج على الماتش، وكان صاحبي عمال يلعب بالمطر. لفيت ورجعت لقيت صاحبي بيفرفر اللي بيوقع المطر وقعد عليها. كان منظر أليم جدا ما كنتش مستحمل، قعدت مبلل نص ساعة أما كنت وعيت كل الوقت فرفر. ومن ساعتها المنظر دوت مؤثر فيا. لكن بعد سنتين يعني انت شايفين يعني المنظر في الأوضة يعني الحياة اللي اتطورت. بعد سنتين فتحت مصنع مطاوي فلوسها بتكسب يعني احنا بتستورد مطاوي بالملايين. بدل أقل من أي كان يفتح مصنع ويعمل مصنع يعني يعمل مصنع مطاوي مش عارف ولا يعني مش عارف حد يعني صراحة فلوسها كتير بتكسب الصراحة. كان معاكم حليم الشاب منحوس. لو عجبك البرنامج ما تنساش تضغط سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وشير في الخير، وإن شاء الله نقبل بيكم وتابعوا قناة هذا الشاب المنحوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.